تعالي يا دودو. احنا لايف ها؟ يعني اللي يدخل يسلم على الناس على طول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رمضان كريم. ايتم بتعمل لنا النهارده حاجه ربنا يستر. ربنا يستر، هي اول مره اعملها ولا ايه؟ لا ده انت عظيمه. لا واحترموا نفسكم، عيب كده والله. اللي يشوفك يا ايتم بجد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير يا جماعه. مساء الخير عليك. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. سمبوسة؟ لا السمبوسة بتاعت ايتن حق الله يعني خطيره خطيره والله. مش كنت في نفس الابليس، بس السمبوسه بتاعتي مختلفه والله. انا بقى دلوقتي عايزه اوريكم فعلا بقى الفرق بين الورق، لان في ناس بيقولوا اصل مش عارفه مين احلى، اصل السمبوسه بتاعت عجينه السمبوسه بتاعت مين احلى. يا جماعه الزهار من غير ولا كلمه، الزهار عجينه الزهار مش اعلان اقسم بالله، بس دي احسن عجينه سمبوسه. انا هوريكم الثانيه. بصوا الثانيه عامله ازاي، بصوا. ولما بتعملوا بقى السمبوسه بيها يعني اهي اهي عملناها دبل، مفيش فايده، تحسي انك ورقه ملفي، يعني الموضوع مش كول خالص. فطبعا ركنتها على جنب بصراحه، وقررت اكمل زي ما انا كنت ماشيه الزهار حتى اخر نفس. بصي النهارده احنا عاملين ايه؟ وفاء انت عامله لنا ايه النهارده على الفطار؟ عامله لكم فته. وفاء عامله فته وعامله صينيه بطاطس وصينيه بطاطس بس وشويه رز وشويه سمبوسه وملوخيه عشان العيال بيحبوا الملوخيه. خلي بالك انا مش هقف كل يوم في المطبخ، هما مرتين. الاكل ده هتاكلوه يومين. الاكل ده هيقعد يومين طبعا. هو معروف عزومه رمضان اول يوم اما تبقى عند حد في البيت، الاكل اللي بيفضل بيتعمل تاني يوم عادي جدا. بس هي الفكره بقى ان الاكل لما بيفضل عشان الناس ما تزهقش ممكن ياخدوا نفس الاكل يعملوه بطريقه. ما تديني معلقه بدل ما انا عماله انزل البتاعه دي بايديا. بتتكلم يا جماعه. بصي انا عايزه. شكرا. طيب اهي نرجع ننزلها بالشوكه تاني، نفضل نلعب بقى. رمضان كريم عليكم يا حلوين. كما تعودنا كل سنه بطلع لكم 10 دقايق قبل الفطار اقول لكم احنا عاملين ايه على الفطار. العصاير بقى عاملين او جبنه يعني اكشلي انا جبت لهم انا من بره العصاير جاهزه. وفاء عملت قمر الدين، لفت قمر الدين، وانا مش هطلعه النهارده لان انا جبت صوبيا وجبت خروب وتمر هندي. عملنا سلطه خضراء وبس. حلو قوي كده. طابخين ايه النهارده يا جماعه؟ طيب خليني اقول لكم، اكتبوا لي في الكومنتات اكلتوا ايه النهارده في الفطار اول يوم عشان نشوف كده هنعمل ايه بكره كمان ان شاء الله. هنحول ازاي الاصناف اللي بقيت من النهارده ان يتعمل بيها اكله لطيفه بكره. انا طريقه السمبوسه كنت نزلتها لكم قبل كده، مش عارفه انتوا شايفين ولا لا، بس هي دي طريقه اللف يعني. اهي بقى كده نجيب دي كده وبعدين نمسك من هنا نعمل مثلث، وبعد كده نمسك من هنا نعمل المثلث، وبعد كده نمسك من هنا نعمل المثلث، وبعد كده نقفلها كده اهو. ندخل دي في دي. ايه ده؟ انتوا عند زينا؟ انتوا عند زينا؟ يعني ايه عند زينا دي؟ بليز. عايزه تساعدي؟ طب انت عشان تتعلمي السمبوسه هناخد وقت طويل يا تيتي، وشكلنا مش هنفطر النهارده لو اعتمدنا عليكي. انت ممكن تساعديني في حاجه ثانيه لو سمحتي؟ ممكن تحطي الشوك والمعالق على السفره، انت بتعرفي ترصيهم صح؟ يلا روحي رصي الشوك والمعالق على السفره. ثانك يو. بصوا بقى الحشو بتاع السمبوسه النهارده انا عاملاه بسطرمه، جبنه كيري، وبطاطس مهروسه. هي دي السر والله في الموضوع. بصوا في ناس كتير قوي ممكن تستغرب ايه بطاطس مهروسه جوه السمبوسه ازاي؟ والله جربوها مش هتخسروا وهتحسوا ان هي عامله طعم خطير كده. اصلا طعم البطاطس مهروسه في الاكل لو بتتاكل لوحدها بيبقى طعمها حلو. فتوكلوا على الله وامشوا ورايا بس هتكسبوا والله. وده الورقه الثانيه. بصوا بقى الفرق بين الاثنين ده اللي انا عايزه اوريه لكم. مش هنقول اسم النوع الثاني عشان ما نبقاش بنعمل له دعايه سيئه يعني، بس شايفين دي عامله ازاي؟ وشايفين دي عامله ازاي؟ ماسكه نفسها، بتطلع مقرمشه، بتنفش بشكل مش طبيعي. عشان كده دايما بقول لكم لما تنقوا ماتيريال تشتغلوا بيه نقوا السمبوسه بتاعت الزهار، ورق الزهار. بس وماما عامله صينيه ورق خطيره نسينا نقول عليها دي. ده بس اول يوم، بعد كده هنرجع تاني صنف وصنف خلاص. هو كده حلو قوي.
اهو. ادي السمبوسه. جبنه شيدر الحشو، جبنه شيدر وكيري وبسطرمه متقطعه صغير جدا وبطاطس مهروسه، ولو عندكم شويه جبنه رومي باقيين مفيش مانع افرموهم وحطوهم. في حشوات بقى تانية ناس بتحب تخترعها كده، بيعملوا حشوات سبانخ، بيعملوا لحمه مفرومه. انا بصراحه بحب البيزك، يعني دايما تلاقوني لما بنقي اي حاجه انقي البيزك، يعني انقي المتعارف عليه. ما بحبش افتكس قوي الا لو عندي وقت لده. رمضان للاسف بيبقى وقته ضيق دايما قبل الفطار، ما بنلحقش نعمل الفطار قوي، فدايما خلونا نلعب في المضمون يعني. وبما انهم كلهم في البيت هنا، انا اتصدمت صدمه عمري يا جماعه. انا لبست لفه السمبوسه كله لوحدي، انا قاعده عماله الف فيها بقالي ربع ساعه تقريبا شغاله، وكلهم هنا في البيت ما بيعرفوش يلفوا السمبوسه. ولا وفاء، هي لسه بتقول لكم، ولا وفاء حتى بتعرف تلفها هي، بس هي بتعرف تعمل حشواتها بصراحه، يعني وفاء لعيبه في المطبخ، بس الحشو بتاع السمبوسه لا. وحتى بنات اخواتي ما بيعرفوش. بس الحلو بقى، الحلو اللي انا عايزاكم تبداوا تعملوه، ان يا جماعه ابتدوا دخلوا البنات الصغيرين مطبخ. والله العظيم ابتدوا دخلوا بناتكم وولادكم المطبخ، علموهم يعملوا الاكل، حتى لو مش هيعرفوا، حتى لو الدنيا هتبقى صعبه عليهم في الاول، بس لا ابتدوا، لان فعلا دي كارثه. يعني انا كل ما بقابل حد وبنات كبار مش صغيرين، يعني انا بنتي انا 7 سنين، ولاد اختي ما شاء الله، ولاد داليا ما شاء الله عليهم، ملاك وفريده. ملاك وفريده انا بقعد عند داليا بقول لهم انزلوا اعملوا لي مكرونه بالصلصه، انا عايزه اكل بانيه، وفريده تنزل على المطبخ اقسم بالله ما شاء الله عليها ربع ساعه الاقيها بتقول لي خالته تعالي عشان تقلي معايا البانيه. اروح نازله على طول قاليه البانيه وقالين البطاطس، عظيمه عظيمه. نبقى قاعدين احنا حاطين بقى ايه، مراوح على قلوبنا وسايبينهم هي واختها معكوكين في المطبخ. مالكم فريده مواليد تقريبا من 2004 ولا 2005 ولا 2006. انت عندك كام سنه يا فريده؟ انا عندي 13 سنه. 2008. انت مواليد 2008؟ لا 2009 صح 2009. فمولودين على ايدي الكلبتين دول ولاد اختي داليا. فبندخل البنات يا جماعه المطبخ يعملوا لنا اكل، وبنعلمهم عشان يبقوا ستات بيوت زي القمر كده، عشان البنت ما بتبقاش واثقه من نفسها كده غير لما تدخل المطبخ وتبين قدام الناس ان هي يعني ايه، عارفه كل حاجه. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه، رمضان كريم. النهارده زي ما قلت لكم الفطار صينيه بطاطس بالفراخ وشويه ملوخيه عشان الاطفال، ورز وفراخ، صينيه رقاق، سمبوسه. متشكرين قوي على كده النهارده. بكره بقى هنشوف الاكل اللي هيفضل النهارده وهنطور فيه، مثلا لو اتبقت بتهيألي البطاطس بالفراخ. عندنا كمان على فكره باقي عنده اكل هنبعته عشان هقول لكم النهارده الاكل اللي ممكن يتدور البطاطس بالفراخ. ده أيوة. ممكن تحط عليها ايه؟ بشاميل. ممكن نعمل بشاميل، والرز لو اتبقى لبن ومعلقه دقيق وشويه زبده ورشه ملح. وممكن الرز لو اتبقى يتعمل بطريقه بالخضار هقول لكم عليها بكره، يمكن مش هحرقها. دي وفاء اللي كانت بتعملها زمان، كانت بتجيب صينيه البايركس وتاخد الرز الابيض تخلط عليه بسله، وتخلط الباقي يعني، وتخلط عليه بسله او تبشر عليه جزر وكوسه ومش عارفه ايه وبتاع، وتروح حاطه شويه ملح وفلفل كده، وتروح ضاربه طبقه بشاميل ومدخله الفرن. مش قادره اوصف لكم بيبقى حلو ازاي. اهم حاجه بس يبقى عندكم طريقه تفكير تقدروا تشغلوا بيها الاكل اللي باقي من تاني يوم، علشان ما نعملش هلك للمواد الغذائيه كتير يعني. وكل سنه وانتم طيبين. ونفتكر الناس، يعني لو في حد عنده فرد امن عنده، وحد لو حد مثلا هيفطر بره بيته ينزل اللي تحت، ينزل اللي تحت للجيران. احنا بنعمل كده بصراحه على طول، فرد امن بتاع حارس عقار. بنقبل يا قلبي وبنقبل، احنا احيانا بنطلع نكتب على الاكونتات بتاعتنا برايفت، جماعه احنا مش عاملين اكل النهارده، مين هيبعت لنا اكل عادي. فيعني احيانا بنبقى قايمين مكسرين مش قادرين، فيعني الناس لبعضيها. كل سنه وانتم طيبين حلوين. عايزه اسيب لكم الفيديو ده هنا على البيج علشان الناس اللي مستحدثين في السمبوسه يشوفوا اللفه، وهتلاقوني منزلاها تيك توك النهارده، منزله فيديو لف السمبوسه بالراحه بقى كده وبروقان وبتاع. فهستناكم ان شاء الله تقولوا لي الاكلات اللي عايزين نعملها ان شاء الله ابتداء من بكره.
واشوفكم فيديوهات كتير. يبعتوا لي يقولوا لي ايه وقولوا الوفاء كمان انتوا عايزين ايه، ويمكن افتح لكم بعد الفطار انا وفاء واحنا بنعمل قطايف اهي. ايوه لسه جايبينها من سعودي بس لسه ما لفيناهاش. حاجه مش اقتصاديه جدا. واحنا متفقين ان رمضان ده ان شاء الله احنا هنعمل اكلات يعني لطيفه ما تكلفش كتير وتعمل كميات الاهم من كده على فكره احنا بنتجمع منها، بتعمل ألفة وبتعمل يعني مجموعه بيبقوا شكلهم عيله، بنبقى عيله وبتقرب من بعض، بنقرب من بعضنا وفي نفس الوقت عشان الاكل بنقرب من بعض عشان الاكل اقتصاديا. كل سنه وانتم طيبين. هنستناكم ان شاء الله تقولوا لنا نفسكم تاكلوا ايه او نفسكم نطبخ لكم ايه لايف ان شاء الله بكره زي النهارده كده قبل الفطار ب 10 دقائق، ده ميعادي الثابت معاكم. كل سنه وانتم طيبين يا حلوين، ويا رب يا رب يا رب رمضان دايما يجي علينا زي دي مش ناقصين. هوريكم دلوقتي حبه السمبوسه اللي انا بعملهم بقالي تلت ساعه عشان الفشل اللي عندي هنا ما بيعرفوش يعملوا اهي. دول انا اللي لفاهم كلهم، ودول العيال همسحوا بيهم زورهم، يعني عيال داليا لوحدهم يمسحوا بيهم زورهم الحبه دول يعني. ده كده الابيتايزر بتاعهم. صباح الفل، كل سنه وانتم طيبين، ربنا يخليكم يا رب ويسعدكم ويحلي ايامكم. رمضان بتبقى اجواءه كلها لطيفه، كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم. هستناكم تكتبوا لي الاكلات اللي عايزين اعملها لكم. يلا اشوفكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد قبل الفطار ب 10 دقائق. باي باي حلوين.